نبدأ نتكلم عن الحيطة ديت وازاي قدرنا نعملها خطوة بخطوة. الأول طبعا العميلة كلمتنا وقالت لنا احنا عايزين نعمل في الحيطة ديت شكل ديكوري. فأول حاجة فكرنا في بديل الرخام، جبنا بديل الرخام، بدأنا ناخد مقاسات البديل اللي احنا هنبدأ نشتغل بيها على الحيطة. بدأنا نقطع بديل الرخام زي ما احنا شايفين وفقا للمقاس المطلوب. بعد كده بدأنا نقطع أماكن فتحات الكهرباء. بعد كده خدنا القطعة الأولى وحطيناها على الحيطة عشان نعمل بروفة ونتأكد المقاس مظبوط. بعد كده بدأنا نوزع السيليكون على ظهر القطعة الأولى زي ما احنا شايفين، طبعا بالطول وبالعرض عشان يبقى التماسك كويس. بعد كده لزقنا القطعة الأولى بالشكل دوت. في عندنا الزاوية بنركبها عشان العلاقة مع السقف يكون شكلها ظريف. بعد ما ركبنا الزاوية عملنا نفس الكلام في القطعة التانية عشان يدينا شكل الأوبن بوك. بنركب القطعة التانية وده كان شكل الأوبن بوك بالمنظر دوت. نيجي بعد كده توصيلات الكهرباء، طبعا عشان مش احنا اللي كنا شغالين في الشقة فبدأنا ناخد أقرب نقطة للكهرباء من السبوت وركبنا الترانس جنب السبوت بالشكل ده عشان حتى برضو بعد كده الصيانات تبقى سهلة علينا، وعلشان خاطر برضو يبقى السلك موجود بعد كده ورا الجزء الخشبي اللي احنا شايفينه. بعد كده بركب العلفة بالمنظر دوت علشان خاطر الجزء الخشبي يبقى بارز قدام السلك ويبقى فيه فرق مستويين ما بينه وبين بديل الرخام. طبعا عملنا العلفة اليمين والشمال. بعد كده جبنا التجليدة وبدأنا نركبها على العلفة بالشكل دوت ونطلع السلك طبعا عند مكان العرموس او مكان الفتحة اللي احنا هنركب فيها البروفايل ليد. وده كان شكل طبعا بديل الرخام مع الخشب بالمنظر ده. بعد كده بنجيب قطاع البروفايل ونقطعه وفقا للمقاس طبعا والارتفاع اللي مظبوط عندنا. بنبدأ نركبه بالشكل دوت من خلال السبراي بتاع التثبيت. بجيب شريط الليد واوصله بالسلك اللي احنا جهزناه المرحله اللي فاتت. بعد كده بتاكد طبعا شريط الليد شغال تمام زي الفل. ببدا احط السلك كله جوه السقف بالمنظر دوت علشان تبقى البدايه عندي منوره ما فيهاش اي مشكله. بعد كده بشيل الدبل فيس اللي في ظهر الشريط وابدا الزقه في البروفايل بالشكل ده. طبعا باجي في الاخر ببدا اقص الشريط على حسب الارتفاع والطول اللي احنا محتاجينه. بعد كده ببدا اركب الكفر، بيكون كليبس كده بيركب على طول بالشكل دوت. وبشيل البلاستيكة اللي بتكون موجودة على الكفر. طبعا اللي عملناه في الجزء اليمين هو اللي عملناه في الشمال عشان يدي سيمترية مع الاوبن بوك. وده الشكل النهائي اللي احنا وصلنا له.